يتولى قيادة هذه المواجهة. عديد التغييرات يجريها المدرب وليد الركراكي تحسبا لمباراة ليسوتو، أمر كان متوقعا من خلال تصريحات وليد الركراكي. سيجري العديد من التغييرات على انطلاقة من جانب اللاعب ليتسما والدفاعية. أولى مراوغة ثانية الهد ساكنة سوس كذلك من كل الأخطاء. نتكلم على بيير أوباميانغ، نتكلم على دينيس. وصلت الكرة ناحية أشرف حكيمي العرضية، لكن في كصانع لعب أمين عدلي وإلياس خوماش على الأطراف. ترمى الكرة يويا في الجهة اليسرى آدم مويران في حراسة المرمى، سيرو في رقم 2 ماتسو. هي إلياس خوماش. تصفيات كأس أفريقيا وحتى تصفيات كأس لا زالت لديها الكرة حكيمي. ماذا هناك؟ الحكم الإيفواري يأمر حكيمي بعد ذلك يتدارك، وبالتالي عادي العرضية حكيمي. خوماش معظم فترات اللعب الكل لجهته اليمنى، استلام على طول يحضر في منطقة الجزاء. الوانتو بعد ذلك جميلة بين عدلي وأناحي، لكن أناحي في التسلل. تحاول أن تظهر كل ما لديك، وهذا ما يسعى إليه اللاعب اليمنى قريب من خوماش. رائع إلياس. ذلك عدلي العرضية يا عدلي، وبصعوبة يتم إبعاد الكرة مباشرة إلى ركية اليمنى. هذا مازنو سيكون بجانب أمين عدلي في الجهة الكبرى. في الجهة اليسرى ترفع هذه الكرة بعد إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية. حكيمي في تعب بلمسة تبقى مغربية بعرضية مقوصة في اتجاه أيوب الكعبي. لازالت هنا لعناصر المنتخب المغربي. أمير ريتشاردسون محاصر من لاعبين. عود على المنتخب المغربي يبدع في اللقاءات المفتوحة، لما المغربي أشرف حكيمي مرفوعة ديال الكرة، وبعد ذلك العرضية حارس المرمى. بعد ذلك حارس المرمى أمام الكعبي وأمام اللاعب آدم أزنو اللي يتقدم أكثر. آدم عدلي، اللاعبين الأظهرة المميزين ليس فقط في إفريقيا. 30 سنة قلت أكبر لاعبين سنا في تشكيلات لمن سيمرر الكرة. عدلي عرضية، خوماش كان قريب. حكيمي خوماش يرفع كرة خوماش، والركنية في الكثير من الارتباك في دفاعات المنتخب. جميلة حكيمي لأن يقدم على تغييرات. هنا العرضية وأدم أزنان. إذا تتواصل المباراة. تيرغالين يمرر الكرة، وصلت إلى إلياس يحاول في مسك إما يوسف النصيري إما أيوب الكعبي، أو كذلك قدرة في التحكم على الكرة بشكل جيد. القدرة على التحكم وصلت إلى أزدين أناحي في القائم الثاني. التنفيذ أشرف يرفع كرة بالراس. أول رأسية لأيوب الكعبي، هذه الإعادة. يرفع حكيمي، لازالت مغربية ورأسية. يخرج ويقطع هذه الكرة. صعبة الخروج، وحاول لاعب ليسوتو. هنا الكونترول ممتاز. آدم أزنو في الاستلام. مرة أخرى لازالت يا أناحي في اتجاه الكعب. دخول الرباعي بينما الكرة حكيمي لاعب حكيم زياش. هنا حاول مرفوع الكرة لكنها بعيدة عالية. عزدين من الأسماء المرشح خروجها، يعني مستوى تصنيفي الفيفا. هنا عملية من أسامة. أزنو يراقب. صعبة هذه الكرة. سيفعل هنا قصيرة التمريرة، لكن على التوالي ليوسودي الأطلس في المشهد للحظات. بينما كرة بينية داخل منطقة جنب. أشرف يتقدم. حطها بينية، ممكن جول. لمن يا ابراهيم؟ عرضية بعد ذلك البينية. آدم، هي يا آدم. لا جديد في ملعب أدران في مباراة. زياش يرفع كرة بالراس، الزلزولي بالراس، وبعد ذلك الكرة مرة جانبية. هنا زياش يدخل بها زياش في أوروبا، بينما تسديدة زياش وعلى مرتين. زياش قذيفة تقريبا من على بعد 25.
عزدين أناحي. أنا توقعت بأنه سيدخل الزلزولي يلعب في الغالين. أخوماش يخسر أخوماش. إلياس في القائمة الثانية. إلياس لكن بعيدة. بدأ يمسك بالكرة. منتخب ليسوتو بدأ يضغط على في نوفمبر الماضي نيجيريا، بينما كرة أمامية نايف يمرر كرة إلياس أخوماش وشوار، وهناك تصفيات أخرى وهناك غالين تدوير الكرة. أنا الكرة دور الزلزولي. عبد الصمد كيمي تمشي لعزدين. أشرف حكيمي يرفع في القائمة الثانية لكن خروج حارس. هذه المرة لفائدة المنتخب المغربي. رسميته آدم افريقيا الوسطى 3-1، بينما كرة تسديدة ولكن بعيدة يا ابراهيم دياس في اول تسديدة، ولكن على مرمى الحارس مويراني. هذه عادة مرة اخرى الان في تبديلات. عليها هي حاول يلعبها بسرعة يوسف لكن تمريرة نعم لم تكن. آدم أزنو كرة من زياش مقوصة كملت زياش تظهر الفرصة أخيرا. زياش يسدد هنا في كرة طائشة من المدافع وبتسنو عبد الصمد الزلزولي وخطير جول. هذه سهلة يا نصيري مثل هذه الكرات قد إبراهيم جميل يا إبراهيم، فنان يا إبراهيم، مبدع يا إبراهيم، نجم من نجوم الريال تتلألأ هنا في سماء كثير. يا سلام على روعة الجول. هات الصورة، هات الإعادة لنستمتع بهدف إبراهيم. كيف راوغ، كيف توغل، كيف سدد على طريقة الكبار.